السلام عليكم. اليوم الى احيانا الله غادي نحضر معكم هاد الطارت تحليه ديال كيك بالكريمه والليمون. كتجي روعه بزاف كتحليه بارده تصلح في هاد الصاج. كتجي منعشه ولذيذه بزاف. نتمنى تعجبكم وتتابعوا معي الفيديو للاخر باش تشوفوا جميع المراحل وجميع المكونات باش تصدق معكم. بالنسبه للمقادير كنحتاج بيضه، كاس ديال سنيده، وكندير كاس الربع، هو فايت النص بشويه بحال قلتو كاس الضروب. فايت بشويه، قلب شويه صافي. وكنخلط بالفوي غير بيضه واحده تكفي لان الكيك كيكون شويه رقيق صافي. وكندير كاس ديال الحليب وكندير معلقه ديال الكاكاو. الكاكاو يكون مغربل، معلقه. وغادي ندير هذا الفاني، معلقه صغيره ديال نص معلقه ديال الفاني كتعطي مذاق زوين. صافي كنخلطو وكنزيد الدقيق. بالنسبه للخليط الدقيق حسب الخليط تقريبا يكفي كاس ونص حتى لجوج كيسان. كنزيد قبيصه ديال الملحه، غنزيد مازال واحد شويه ديال الدقيق باش نزيد فوق الخماره لان الكيك ديال الكريم كيكون شويه خفيف ما كيكونش ثقيل. كنزيد خماره وحده. بالنسبه في الفران ما كنشعليها الفوق والتحت، الفوق والتحت باش ما كتجيش منفوخه وكدير بحال قلتو ديك القبه من الفوق. كنتجنب ديك القبه كتشعلو كتنقصوا لها العافيه 150 كطيب صافي. ها هي القوام ديال كيف كيكون. كنشعلو الفران شعلت الفران غادي نخليه وغادي ناخذ المول غادي ندهنو. بالنسبه للمول ها هو فرشت ليه البابيي كما كتشوفوا. الجناب ديالو غادي ندير فيه الزبده. نتوما غادي ندهن غير الجوانب، اما التحت راه فيها البابيي صافي. ما غاديش ندير لا دقيق لا والو، غادي نخليه غير بحال هكا. كندهن غير واحد شويه وصافي. صافي راه درت فيه خماره وحده كافيه. غادي نخوي هذا المول هذا الكيك في المول صافي. كنحليها دابا الفران من الفوق ومن التحت. هانتوما صافي كندخلها دابا الفران فوق والتحت. بالنسبه للكريمه الطبقه الثانيه غادي ندير فيها 2 معالق ديال سنيده
وغادي ندير فيها الفاني بودره نص معلقه، وغادي ندير فيها 2 المعالق بومبي ديال النشا. كندير 2 معالق ديال النشا صافي، وتنخلط وتنديرو فوق النار. صافي بالنسبه للطبقه الثالثه كندير فيها الليمون، كندير فيها 2 كيسان ديال الليمون كنعصرو. وهذا التخت اللي كيكون هنا ما تنخويوش، ما تخويوش بلاش. صافي تنعصرو. هنايا راه ديجا عمص واحد الكاس، وهذا الكاس الثاني. وهنايا الليمون اللي شاط غادي نسقي به الكيكه ملي طيب، نسقيها بالليمون كتجي لذيذه. نحاول هذا ما تكبوش، خليوه في الصفايه ديالو نيشان هكا. وهذا الليمون اللي شاط ليا راه كنسقي به الكيكه. فكسرونه كندير 2 كيسان ديال الليمون، وكنزيد واحد الكلون، وكنزيد معلقه ديال كريم باتيسير ولا نشا اللي بغيتو، بحال المهم كريم. يما كنضيف هذا ديال الفاني. صافي كنضيف دابا كريم باتيسير صافي. هنايا عندي الباكيه وغادي نحلهم. هي هذه كريم باتيسير كندير فيها معلقه، كنزيد 2 معالق ديال سنيده صافي، وتنحرك كنحرك كلشي وكنديرو فوق النار تيعقد. كنخوي فوق الكيكه. كنخلطو مزيان. لهنايا الكاس ديال الليمون كنزيد ليه معلقه ديال سنيده، وتنسخن فوقنا باش كنسقيو به الكيكه. الكيكه بعد ما طبز تجي طايبه، صافي كنتقلب بحال هكا.
انا كندير الكريمه فوق الكيكه وكنخليها كنضربها بالجنب بحال هكا باش كتجي السطح ديالها نيشان. وبالنسبه للكيكه راها سقيتها ودرت من فوقها الكريمه البيضاء وهي سخونه. الكريمه البيضاء دابا غادي ندير طبقه ثالثه ديال الليمون. انا كنضربها باش كتجي نيشان في الفوق ديالها. الكريمه ديال الليمون هي درتها كطيب مع التحرك، ضروري كتحركوها باش ما كتحرقش من التحت باش ما كتشدش. صافي دابا الكريمه واجده. ملي كتشوفوها كتبقبق من الجناب ضروري تحرك كل مره كتحركوها باش ما كتحرقش وكيولي فيها المذاق ديال الحريق. صافي تنخلوها كتبقبق شويه. صافي تنسدو عليها ومازال سخونه تنخويوها فوق الطبقه ديال البيضه الكريمه البيضاء. وملي غادي نخويوها فوق الكريمه راه ضروري تاخذوا المعلقه بحال هكا تقلبوها باش هكا ما كتجيكمش حفره. ملي كتاخذوا ديك الكريمه ديال الليمون كتخويها نيشان فوق الكريمه البيضاء راه كتجيكم حفره الوسط. ضروري ديروا لها بحال هكا. بالنسبه للمول ممكن ديروا مول مدور بحال هكا ولا ديروا مول مستطيل كتجي فيها حتى هي زوينه. داك المول الكبير ديال الفران نفس المقادير ولا كتضعفوا المقادير. كديروا الكيك 2 بيضات والحليب كديروا فيه لتر ولا ربع. كديروا 3 كيسان د الكريمه وكديروا طاوله كبيره ديال الفران باش كتجيكم رقيقه. صافي هنايا ملي كندير هاد الكريمه ديال الليمون راه كندخلها الفران عفوا كندخلها الثلاجه كتبرد واحد الساعتين عاد كتحطوها باش تاكلوها كتجي رائعه بزاف. هنايا الثلاجه واحد الساعتين ولا 3 ساعات ولا ديروها في الصباح بحال دابا في رمضان توجدوها مع 12 وتاكلوها مع المغرب ولا المهم كديروها واحد الساعتين بعد خاصها ضروري كتبرد مزيان ولا كديرها الصباح بكري وكتاكلها في الكوتي. المهم ضروري انها تبرد واحد الساعتين بعدا على الاقل واحد الساعتين. صافي هنايا قبل ما نحيد ليها المول انا هنايا المول اللي كيتحل وكيتسد هو هذا. ممكن ديروها غير في المول اللي ديال الزاج ولا المول واخا ما تيتسدش كتاكلوا فيها نيشان حلوه هي. راه ما يمكنش مثلا ديريها في هذا المول وتقلبيها في شي مول اخر، لا خاصك تاكليها في نفس المول. هانتوما كيف كتجي الطبقات زوينين وما هاتي كتجي شاده مزيان وكتجي رائعه بزاف. كيكه ديال الديسير ممكن ديروا تستفوا الديسير مثلا كيوي اي ديسير عاد كتخوي فوق الكريمه ديك الكريمه ديال الليمون. المهم كيبقى داكشي اختياري. انا هنايا بالنسبه انا درت غير كريمه الليمون بردات زوقت بالديسير من الفوق كتجي رائعه بزاف. ملي تنجي نقطع كل واحد كنحط ليه فريز نص فريزه من الفوق. انا هنا زوقت بالفريز ودرت من فوقه باط شوكولا. ممكن ديروا العقيق ممكن ديروا اي حاجه متوفره عندكم تذوقوا بها الكيك ديالكم. هو صراحه الكيك تيجذب فيه بزاف كيجذب التزيين ديالو. خاصكم تعرفوا كيفاش تزينوا. واخا كديري الكيك تزيين هو اللي كيجذب. انا زوقته بالفريز راه موجود الفريز كتقطعوا يما هكا يما دوائر يما كتستفوا فوق الحلوه كامل عاد كديروه من فوق الليمون. مهم التزيين كيبقى اختياري. ولا ديروا فيه الزقزاق ديال الشكلاط من فوق ديال داك الفريز. المهم كيبقى التزيين اختياري. انا درت داكشي متوفر عندي وممكن ديروا فويتين من الجناب. المهم كيبقى داكشي كل واحد والذوق ديالو. نتمنى تعجبكم الفيديو وإلا عجبكم محتوى القناه ديالي ما تنساوش تعملوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناه ديالي ديروا لي لايك وتفعلوا الجرس باش دائما الفيديو اللي نزلت في القناه ديالي يوصلكم وتعم الفائده للجميع. راه واخا كتكون حاجه بسيطه كل واحد وكيفاش كيعمل ليها وكيفاش كل واحد وكيفاش كتصدق ليها. ممكن كديري بحال هادي ولكن ما كديريش فيها نفس الطريقه اللي كندير. ممكن كيجيوك ملي كتحيدي المول كتهبط لك الكيكه كامله كتخسر. وممكن ما كتعرفيش كيفاش تزيني الكاطو. تستافدي من الفيديو ديالي. لما لا تخلي لي شي تعليق
وإلا عجبك المحتوى د القناة ديالي تشاركي القناة ديالي مع الاهل ديالك والاحباب ديالك والاخوات ديالك، وتنزليها ليا في الفيس، وتنزليها ليا في الواتساب ديالك اذا كان ممكن. والله يجزيكم بخير، وكل الدعم لكم الله يجزيكم بخير، وفي امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله.